اللهم صل وسلم وبارك عليك يا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ معاكم حبيب صابر من قناه فاست فود. كتير ومال السوق ومهدور حقه وبنرميه كلنا هو ايه؟ ورق اللفت. انا جبت لفت كده هوريكم جايبه ب20 جنيه. تمام، لفت. وهاخد الورق بتاعه. انا هوريكم بس ان احنا ازاي نقدر نستغل الورق بتاعه. جميل اهو زي الفل. بتجيبيه هقطعه بس الحتت صغيره. بصوا هقسمه من هنا كده وانضفه واغسله وتعالوا نشوف هنعمل فيه ايه. ورق اللفت الجميل القمر ده، ونعمل فيديو تاني ازاي نخلي اللفت الجميل القمر. تعالوا دلوقتي نقطع الورق بتاعنا ونشوف هنعمله ازاي. هجيب بقى الورق الجميل ده. انا مش زي ما قلت لكم انا مش بغليه، انا هحط عليه ميه مغليه من الكاتل. بصوا هيهدى خالص وهينزل لتحت، يعني نقول 10 دقايق كده، 5 دقايق 10 دقايق، عقبال ما تشوفي اسهل خلطة في الدنيا ممكن تعمليها للمحشي. بس بكده المية تبرد عليه. وتعالوا نشوف الخلطة هنعملها ازاي. وادي عندي بقى الورق. بصوا ما بياخدش دقايق عقبال بس ما تحضر الخلطة في الماء المغلية. بصوا بقى الجمال. عندي كده حوالي 2.5 كوب من الرز، وعندي هنا كمية اللي انت عايزاه الخضرة، ومقطعة معاها فلفل ايه حامي كده زي ما انتم ما شايفين، قرن واحد. تمام. ليه بقى؟ عشان انا كنت عامله معاكم في الفيديو اللي قبل كده. بصوا ده عبارة عن ايه، بحطها على طول في الفريزر. ده عبارة عن بسبك الطماطم، بحط معاها بصل وتوم، وكنت حاطه معاها كمان فلفل. تمام، بصل وتوم وفلفل، وكنت حاطه حته بنجريه صغيره خالص عشان تديني اللون القمر ده. تمام. نحط بقى نفضي بقى الصلصه، يعني هي فيها كل حاجه، ما بحطش اي حاجه تانية، وعليها بهاراتها بالمناسبه. تمام. وتدوقي برضو احتاجتي بهارات تاني زودي بقى ملح كمون كزبره فلفل اسود. بس هي الخلطه دي كانت جباره يا جماعه، وبتبصوا اقتصاديه من الالف للياء. اولا الطماطم متسبكه، ثانيا مستخدمين بصل قليل في ظل البصل ابو 45، وحاطين توم وحاطين فلفل وحاطين بهارات كمان، فزي الفل معايا. دي بقى بطلعها على طول مكرونات محشي اي طبيخ يا جماعه، كيس وشكرا. وبتفضل معايا في الفريزر ما شاء الله، يعني اقولك من السنه للسنه. هبدا بقى دلوقتي ان انا افضيها على الكلام القمر ده. وادي الخلطه القمر بتاعتنا، وكنت حاطه كمان معلقه دهنه فيها، فزي الفل يا جماعه. بجيب بقى الورق القمر دي احط عليها شويه بلفها زي اي محشي عادي. بصراحه انا هقعد في الارض دلوقتي الف الكميه، هي مش كبيره بس عايزه اقولك ان هي هتغديكي، وتبرمي من الجنبين وبعد كده تلفي عادي زي اي محشي من الجنبين وبتلفي. تمام. احطها بقى في حله. بصوا انا بحب الحركه دي، بحط العيدان بتاعه الخضره واقطع كمان طماطمايه وفلفلايه وبصلايه، التلاته احطهم تحت مع عيدان الخضره، بيدي طعم حلو قوي. تمام. طبعا بغسلها، هقطع بقى الطماطمايه والف بقى المحشي بتاعي وارجع لكم. عندي المحشي القمر، حطيت بقى معلقه من الدهنه معاه ومعلقه من الصلصه. تمام. ومعلقه كمان من الثوم المفروم. وهبدا بقى، كان عندي كام قرن كده حطيتهم من الفلفل حشيتهم، وهنزل يا اما شوربه مغليه يا اما ميه مغليه. طب قد ايه رح هحط لحد هنا، هوريكم دلوقتي مستوى الشوربه. ادي مستوى الميه. بصوا وصل لفين، تحطي وتهزي كده الحله. بصوا مش مكمل اول سطر، هو ده اللي احنا عايزينه. هبدا بقى دلوقتي، مش عايزه اقول لكم معلقه الدهنه بتفرق قد ايه، وانا كنت حاطه اصلا معلقه دهنه في الصلصه. هغطيه بطبق، وبعد كده هغطي غطا الحله. اول ما يغلي غلوه اهدي النار تماما عليه، ونشوف بعد التسويه عامل ازاي. المحشي بتاعنا ريحته جباره 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 ما شاء الله اللهم بارك. تعالوا بقى نغرفه مع بعض. ودي طبق المحشي القمر. بصوا بقى الجمال، بصوا الصباع عامل ازاي. معلقه الدهنه اللي احنا حاطينها يا جماعه بتفرق جامد. بصوا الرز حتى في الفلفل احمر ازاي، جميل قمر بجد، يستاهل بقوكوا. اتمنى ان انتوا تجربوا الطريقه سهله وبسيطه. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس. كانت معاكم رحاب صابر من قناه فاست فود، وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي.